تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادث بفعل فاعل، وجود آثار محيطة بالرقبة لعملية خنق وعدم عثور على أي حبل أو أداة أخرى، تأخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحية وقيامهم بتنظيف محل الحادث، وجود كدمات متفرقة على عدة مناطق في الجثة، وجود جرحين متماثلين بكلا اليدين بطول 9 سنتيمتر وعرض 6 سنتيمتر وبعمق يصل إلى العظم وبشكل طولي، علما أن المجني عليها تستخدم اليد اليسرى يعني أعسر وليس وعدم يعني عادة مع عدم عثور على أداة حادة، ما عاثرين أصلا. كتابة عبارة أريد الله على حائط الحمام بدم الضحية عريضة وبسمك 3 سنتيمتر لكل حرف، يحتاج إلى دماء كثيرة لكتابة هاتين العبارتين. 7 رفض ذوي المجنى عليها تشريح الجثة والضغط على الجهات المختصة لسرعة استلام الجثة. 8 وجود مراسلات بين المجني عليها ومعارفها تتضمن كون المتهم ورفاقه يتعاطون المخدرات في البيت ومع ذلك كذا، وهي تفاصيل كثيرة عن أخوها. 9 وجود جروح في مناطق حساسة بالجثة وهي سبب آثار الدماء على ساقي المجني عليها أثناء المشاهدة الأولية. 10 انتشار تعليق في وسائل التواصل لشخص يدعي أنه من ذوي المجنى عليها تتضمن تعاطي المجنى عليها حبوب مخدرة قبل الانتحار وعثر على الحبوب في غرفتها مع مشارط طبية، وأن كاميرات المراقبة لم تسجل دخول أو خروج أي شخص للبيت، وهناك تسجيل بصوت المجني عليها سلم للشرطة بيّنت فيه أنها ستنتحر لأنها كرهت الحياة. ولكن ما تقدم ولكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقر التحقيق بما ورد عليها استناد الأحكام المادة 48 الأصولية، ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.